السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع وصفات زهراء القلمية، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. تحية مني إليكم، كما لا أنسى الترحيب بالمشتركات الجدد، نقولهم مرحبا بكم مع مطبخ زهراء القلمية. اليوم حباباتي جيتكم بواحد الوصفة، وصفة زمان يعني تهبل تشهي ما شاء الله. وصفة في القمة، خفيفة وهشوشة مع السلام، قلبها مع السل كما قلوب حباباتي. يعني راي ما شاء الله، وصفة تشهي تشهي تشهي. جاتو تاع نواد كوكو بمكونات بسيطة. يعني وصفة جد رائعة، سهلة بسيطة، مكوناتها بسيطة جدا، يعني سريعة التحضير ومعسلة الله الله تشهي مفحفحة تهبل الله الله. شوفوا معايا حباباتي المقادير. هنايا نحتاج 125 غرام زبدة، عندي لهنايا نص كاس سكر سكر ناعم، عندي نص كاس نواد كوكو، هنحتاج زوز صفار، حبة تاع بيض، ونحتاج شوية تاع لافاني، يعني حوالي ملعقة صغيرة، ورشة تاع خميرة كيميائية وفرينة. نجيو هنايا لطريقة التحضير. قلت لكم هنايا عندي 125 غرام زبدة طارية تكون بحرارة المطبخ. هذه الكمية انايا دارت لي 22 كعبة بوزن 22 غرام يعني للحبة. هنايا كما قلت لكم حطيت الزبده تاعي، جبت هنايا غربلت هذاك السكر. هنا قلت لكم نص كاس تاع سكر مع 125 غرام زبده. نخلطهم مليح هكا بالمغرفه فقط، ولا سباتول ولا ليسونسيال، الطريقه اللي تساعدكم. انا هنا خلطت المكونات تاعي بالمغرفه فقط، نخلط مليح حتى يتجانس لي هذاك الخليط تاع السكر والزبده. ونضيف لهم زوز صفار بيض عفوا، مع ملعقة صغيرة تاع الفاني. البيض كذلك يكون بحرارة المطبخ. هنايا عندي هاد يعني الصفاية تاع البيض خاصة بالبيض، يعني ما تفزدلكش الحبة تاع البيض باش نفصلوا البياض وحده وصفار وحده، راح تساعدك هذا يعني هاد الصفاية. ونخلي هذاك البياض راح نحتاجه فيما بعد. نضيف هذاك النص كاس تاع نواد كوكو، نخلطهم جيدا مع بعض، ونضيف رشة خميرة فقط. قلت لكم هنايا حوالي نصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ما نحتاجوش هنايا الخميرة بزاف. ونبدا نشيح في الكاطو تاعي بالفرينه. انا عفوا نتحصلوا على عجينه يعني شبه طريه، عجين كيما عجينه السابلي. يعني هاد الوصفه راي في القمه، هشوشه طريه خفيفه معسله الله الله، مرمله من الداخل تاهي. يعني وصفه ما شاء الله وسريعه التحضير، يعني سهله ماهله، مش راح تتعبي معاها. خلا كيما نقولوا قاطو بدون تعب، يعني مكونات بسيطه جدا. هنا بعد ما شيحت العجين تاعي، قلت لكم هنايا نلمو فقط ما نعجنوش، نقولوا عجينه السابلي ما نعجنوهاش. نتحصلوا على هذا القوام، يعني عجينه طريه متماسكه. نلمها بالشكل هذا ونجي نكور العجينه تاعي. انا هنا قلت لكم استعملت وزن الكريه 22 غرام، جاتني 22 حبه، يعني 125 غرام عطتني 22 حبة كاطو. هنا جبت لكيسات خاصين بالفرن، وجبت هنايا عندي البياض تاع البيض، وجبت نواد كوكو. نغطس هذيك الحبة تاعي تاع الكاطو فيه بياض البيض، نزيد نرمدها في النواد كوكو، وكنت شعلت الفور تاعي على 180 درجة يسخن في راحته. ونعمر كامل هذوك الكيسات تاعي بالكاطو تاعي حتى نكمل يعني طريقة كاملة. يعني نحط في البيض ونزيد في النانوات كوكو، يعني نرمدهم كامل ونستفهم في صينية ونحطهم يطيبوا يعني على نار قليلة، باش يطيب لي هذاك الكاطو تاعي من الداخل ما يقعد ليش اخضر، ويعطيني نتيجة رائعة. يعني شوفوا معايا حباباتي لا فيديو للاخير، يعني راح تعجبكم باذن الله. هذه الوصفه راح تعتمدوها، راح تجربوها، وراح تنال اعجابكم اكيد المؤكد. يعني وصفه تشهي ريحتها وحدها يعني تكفي، يعني رائحة وذوق بنا ما شاء الله. هنا بعد ما كملت كامل الحبات تاعي وستفتهم في الصينية، نحطهم يعني في الفور كما قلت لكم يطيبوا على راحتهم على نار قليلة. هنا بعد ما طاب الكاطو تاعي، انا هنا يا حباباتي طولت عليه شويه يعني تشقف لي.
يعني عطاني نتيجة جد رائعة. هنا كيما نجبدو سخون راح نعسلو بهذاك العسل البنين الباهي التاهي كيما نقولو. هذا العسل راهي حضرته لي عزوزتي، ربي يعطيها صحتها ان شاء الله. راهي ما كانش وحده طيب العسل كيفها، يعني تقولوا راهو مشري من المحلات. انا دايما هذا العسل راه ما يخطينيش، يعني مين يفضلي نبعث لها طيب لي، يعني نقول لها نوجه لها تحية من قناتي، نقول لها ربي يعطيك صحتك ان شاء الله. يعني عسل راهو في القمه، يهب لي شهي مكتر تكتر له هذاك القارص. يعني اي حاجه تستعملوها بهذا العسل يعني ما تضركمش المعده ولا، يعني يهب ما شاء الله، ويعطيكم نكهه للحلويات. يعني راهو جد رائع، عسل في القمه ما شاء الله. يعني انا جامي يعني نقتني العسل من المحلات دائما، طيبه لي عزوجتي في الدار، يعني نقولها ربي يحفظك وربي يعطيك صحتك ان شاء الله. هنا كما قلت لكم بعد ما جبت الكاطو تاعي جبته من الفور، شوفوا النتيجه ليا وتشقف ليه هكا شويه، يعني بعد ما كترت له الطياب، لكن عطاني نتيجه في القمه رائعه. شوفوا هاو الكاطو تاعي قدامكم، يعني زدت زينته بشويه نواه كوكو من الفوق وزينته بهذوك الحبات تاع لي سيغيز. يعني قاطو في القمة ما شاء الله، رائحة بنة معسل مرمل، الله عليه. يعني بنة زمان، يعني جبتها انايا تجري راني استرجع في الذكريات. يعني مع هاد الحلويات القديمة دايما نقعدو، يعني كما يقولوا القديم جديد حبو، القديم لا تفرط فيه. يعني وصفات القديمة تاع امهاتنا يعني راهم روعة في القمة ما شاء الله، نقعدو دايما نذكروا بهم الطفولة تاعنا. شوفوا هذاك الكاطو يهب لي شهي، شوفوا قلبه معسل حباباتي. يعني وصفة في القمة جد رائعة، دايما مع وصفات ولمسات زهراء القلمية. نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ما عليكم الا متابعتي ودعمي على قناتي حباباتي وعلى صفحتي في فيسبوك ليصلكم كل جديد. سلام.